ميني بيتزا طرية ولذيذة وطريقة بسيطة وسريعة والطعم حلو جدا. يلا بينا نشوف مع بعض هنحضرها ازاي. أول حاجة هحطها عندي الدقيق، عندي 410 جرام من الدقيق. حطيت عليهم رشة ملح بسيطة قوي، وعليهم بضاية، وبعد كده معلقة خميرة كبيرة. زودت كمان معلقتين لبن بودرة. هبدأ بقى أحط كمان معلقتين سكر. حطيت معلقة بيكنج باودر صغيرة، وضفت عليهم كوباية من المية الدافية. حطيت كمان معلقتين زبدة، وهبدأ بقى أعجن في العجان. العجينة دي هتاخد حوالي من 3 ل4 دقايق في العجان. وده شكلها بقى بعد ما اتعجنت، هتسيبها تخمر حوالي ساعة. وده بقى بعد ما خمرت هبدأ بقى أشكلها. حطيت كمية من الدقيق على الأرضية عشان العجينة ما تلزقش معانا، وهحط رشة كده من الدقيق بسيطة على الوش. وهبدأ بقى أفردها بالنشابة عشان كلها تبقى بنفس السمك. وبعد بقى ما فردتها عشان أنا عايزاها كلها تبقى بنفس الشكل ونفس الحجم، فهجيب بقى لا إما قطاعة أو كوباية أو طبق مدور زي ما تحبوا، وهبدأ أشكل بيه كده بالمنظر ده. وأبدأ أخد بقى كده وأرص في الصينية، وأعمل فتحات كده بالشوكة عشان العجينة ما ترفعش معايا في الفرن. هبدأ بقى أحط الأول حاجة، أحط الصلصة على الوش، وهكتب لكم مقادير الصلصة بتاعت البيتزا. وبعد كده بقى هضيف عندي فلفل ألوان، أي نوع بقى انتوا تحبوه. أنا كان عندي هنا أحمر، لو حابين أصفر أخضر، يعني بيدي طعم حلو قوي برضو. وبعد كده ممكن أحط زيتون. ولو حابين بقى أي حشوة عندكوا عايزين تحطوها، عايزين تحطوا هوت دوج، سجق، بيف، أي حاجة انتوا عايزين تحطوها هتبقى حلوة جدا. هتحطوا الحشوة، وفي الآخر بقى هنبدأ نضيف الجبنة الموتزاريلا. هحطها على الوش كده عشان تعمل تماسك مع كل الحاجات اللي أنا حطيتها. هدخلها بقى الفرن. وده شكلها بقى بعد ما خرجت، خدت حوالي ربع ساعة في الفرن. شايفين بقى طرية وحلوة جدا، جربوها وإن شاء الله تعجبكم.